هنتكلم بقى عن لاعب مهم جدا، وطبعا اهلاويه كتيره جدا زعلانين ان هو يعني ما راحش كاس العالم للانديه، وهو كريستو. كريستو يا جماعه، خلينا اقول لك كده الخلاصه في جمله واحده. كريستو ده يعني بص، جوهره، جوهره تونسيه تم دفنها بايد كولر دي في الاراضي المصريه. تتفق او تختلف معايا معلش، والله دي وجهه نظري. كولر دفن كريستو هنا في مصر. كريستو كان جاي لك من الدوري التونسي، كان جاي لك لاعب متألق في الدوري التونسي. جه الاهلي وبعد كده بشويه ما لحقش يلعب، وشارك في كاس العالم للشباب وكان متألق جدا جدا جدا. يعني عايز ايه تاني؟ الراجل بيقدم مستويات عالميه. يا اخي ده كريستو لما يعني عدد الدقائق البسيطه اللي شاركها مع النادي الاهلي، تمام، الواد تحس انه لما بينزل الواد يا عيني عايز يعمل كل حاجه في الدنيا. عايز يعمل كل حاجه في الدنيا، تحس يعني انه كانه ناشئ صغير نازل الاختبارات، تمام، ونفسه ينجح. الراجل عايز يقدم اوراق اعتماده باي طريقه. وخلي بالك ده بيجي على حساب ايه؟ بيجي على حساب ان هو يقدم احسن حاجه. يعني السرعه واللهوايه دي عينك منه، عايز يطلع احسن حاجه عنده، تطلع في الاخر حاجه مش قد كده. على الرغم انه باين قوي من لمسته، وباين قوي ان هو لعيب كوره عالمي. وخلي بالك ان هو حتى مش يعني ده من قبل الاهلي، زي ما بقول لك، ده مع المنتخب التونسي يا جماعه. وكان مع كان في الدوري التونسي. اللاعب بسم الله ما شاء الله، لاعب سنه صغير وعقلية، العقلية في حتة تانية. الواد بسم الله ما شاء الله عالمي. تقدر بقى تقول لي هو ليه كولر ما بيعتمدش عليه؟ وربنا ما اعرف ايه الاسباب الفنية اللي عند كولر اللي تخليه ما يعتمدش على واحد زي كريستو ويعتمد على لعيبة تانية. انا مش هذكر اسماء تمام. ليه كريستو ده يقعد ليه؟ يا عم جربه، جربه مره واثنين وثلاثه. ليه تقعده يا راجل؟ ده انت كان في ماتشات يعني كان سهل قوي انك انت تلعبه. ليه تستبعده؟ الراجل احبط واستبعد. وطبعا يعني الواد بصراحه نفسيته بقت في الارض. فيعني انا واحد من الناس، واعتقد ان غالبيه الاهلاويه زعلانين على كريستو. مش زعلانين على كريستو انه ما راحش كاس العالم للانديه. هو خلي بالك دي نتيجه حتميه يا جماعه، ما هو اصلا ما بيلعبش ولا سوبر افريقي ولا لعب معاك بطوله افريقيا علشان اصلا يروح معاك كاس العالم للانديه. هيروح يعمل ايه؟ هو الراجل اصلا ما لعبش، فهيروح يعمل ايه؟ مش هيعمل حاجه. الراجل يعني هيفضل يا عيني مكنون كده. وخلي بالك ان بنسبه كبيره جدا هيطلع اعاره في شهر يناير اللي جاي. والله اعلم، يعني في ناس بتقول ان فيوتشر، وفي ناس بتقول انديه تانية، وفي ناس بتقول ان خلي بالك لا ده ممكن يستنى شويه، ده كولر محتاجه، ممكن يعني يلعبوا بقى ان شاء الله قدام شويه، فممكن نطلعه اعاره السنه الجايه. لسه محدش بصراحه عارف اي حاجه. بس كل اللي انا بقول لك عليه ان احنا فعلا خسرنا لاعب بعقليه ومهاره كريستو في كاس العالم للانديه اللي جاي.